بيطلبوها منك كتير من بره وهي غالية وبألوفات. طب وعلى ايه؟ ده احنا هنعملها وبشوية بهارات. قد ايه هتطلع معانا دايبة دوب ولا شوية الرز بقى؟ حاجة كده بجد خطيرة. احلى رز مبهر زي ما انتوا شايفين، قد ايه مفلفل وخطير وبدون رز بسمتي ولا تعقيدات. تعالوا يلا بينا يا بنات نعمل النهاردة احلى مندي بالفراخ الدايبة دوب دي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ طب يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونخش في الفيديو على طول. ما تنسيش بس يا قمر منك ليها تعملي لايك وشير للفيديو، جزاكي الله كل خير. طيب اول حاجة عندي هنا فرخاية غسلتها كويس قوي بالملح والدقيق والغسلة بتاعتنا المعتادة بتاعت كل ست بيت شاطرة. وبعد كده فتحتها من الظهر زي ما انتوا شفتوا كده. وهبدأ هنا زي ما انتوا شايفين عندي من كل حاجة نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، وكمان فلفل اسود، وحبة كده من الزنجبيل حوالي ربع معلقة، نص معلقة من البابريكا، وربع معلقة من السكر، ونص معلقة من بهارات الفراخ. انا حاطة كده من كل حاجة نص معلقة، لو انت عاملة اكتر من فرخة هتضاعفي الكمية. طيب هبدأ بقى انزل على التوابل دي بتاعتنا بحوالي 3-4 معالق كده من الزيت، وهدوب كل ده كويس قوي. طبعا هنا هحط بقى كمان معلقة من الملح لان كنت هنا نسيت في التوابل الملح. زي ما انتوا شايفين كده ما تكتروش الملح قوي، انا يا دوبك بس عشان عايزة لحم الفراخ معايا يكون مطعم من جوه. طيب وهبدأ بقى هنا اقلب بقى كل ده زي ما انتوا شايفين كده، وكده بقى معانا احلى تتبيلة للفراخ. هجيب بقى الفرخة بتاعتنا اللي احنا فتحناها من الظهر زي ما قلنا ومغسولة كويس قوي غسلة تمام زي ما انتوا شايفين زي الفل. هبدأ بقى هنا اخرمها كده بالسكينة بتاعتي واديها تفتحات من الاوراق والصدر بالشكل ده علشان تشرب من التوابل اللي احنا عاملينها دي كويس قوي، واللحم يكون معانا كده متطعم. خصوصا كمان ان انا الفرخة دي كانت كبيرة شوية 2 كيلو، يعني المندي بيحب الفراخ تكون صغيرة زي الفراخ المشوية عشان تكون دايبة معاكي دوب كده. بس الحمد لله برضو خليتها دايبة دوب وهتشوفوا دلوقتي. بصوا بقى هبدأ هنا امسك بقى كده البهارات بتاعتي وابدأ بقى كده ادلك كويس قوي الفراخ بتاعتنا بالشكل ده، وهتشربي كل قطعة في الفرخة بالبهارات بتاعتك بالشكل ده كده، تعملي لها زي مساج كده زي ما انتوا شايفين اهو. هنا خلاص تبلتها حلو قوي بالتوابل بتاعتنا اللي احنا عملناها، ويستحسن لو تكون من بالليل للصبح لو انت ناوية تعمليها قبلها بساعة بساعتين مفيش اي مشكلة. بصي بقى هبدأ هنا بالشكل ده بقى، هجيب هنا الحلة بتاعتنا وهنزل فيها بمعلقة من السمنة البلدي أو الزبدة، وهبدأ كمان معلقتين من الزيت. وعندي هنا بقى بصلاية كبيرة مفرومة على قرن فلفل على فصين توم، فرمتهم كويس في الكبة ونزلت بيهم كده واديتهم تشويحة. وهبدأ بقى هنا أنزل بورق لورا وكمان عود من القرفة وحبة ليمون اللي هي اللومي دي كل الحاجات دي بتيجي من عند العطار يا جماعة لو مش موجودة في البيت. تمام. وهبدأ كمان حطيت فصين حبهان زي ما قلت لكم، وهبدأ بقى كده اشوح بقى كل الحاجات دي مع بعض. هنا بقى سر خلطة المندي دي بتتجاب من عند العطار، بتقولي له عايزة خلطة المندي او خلطة الكبسة. عايزة اقول لكم بجد تحفة تحفة تحفة. هتحطي منها معلقة كبيرة بالشكل ده وهتقلبي بقى يا ست الكل، وهنا بقى ادى اللون والطعم وكل حاجة انت عاوزاها. طب ما فيش عندك بهارات كبسة او المندي مفيش اي مشكلة، احنا كده كده حطينا كل البهارات بتاعتنا. هتبداي تحطيها تاني في قلب الحله زي اللي حطيناها على الفراخ، بس هتزودي ربع معلقه من الكركم عشان يدينا اللون ده. هبدا بقى هنا انزل بعد ما كله اتشوح مع بعضه بالفرخه بتاعتنا بالشكل ده، حطيتها كده يمين وشمال. وبعد كده هبدا بقى هنا انزل عليها بالميه بالشكل ده كده. انا هنا بصراحه كنت مستعجله يا دوبك قفلت عليها، وبعد كده رجعت رحت جايبه الحله اللي هي الضغط علشان تكون دايبه معايا اكتر. زي ما قلت لكم هي كان حجمها كبير شويه. هبدا احطها في الحله الضغط مفيش 10 دقايق بالظبط، وهبدا بصوا عايزه اقول لكم دابت معايا دوب. حطيتها 10 دقايق بصوا طالعه يعني دايبه معايا في الحله الضغط. تمام كده. ما عندكيش الحله الضغط مفيش اي مشكله، هتسويها على النار عادي في الحله زي ما احنا عملنا. بعد كده هبدا ارجع تاني بالميه بتاعتنا او بالشوربه اللي هي بتاعه الفراخ بكل حاجه زي ما انتم شايفين كده في الحله تاني. هبدا هنا بقى عندي الرز المصري بتاعنا غسلاه عادي، وبدات انزل كده في الشوربه. طبعا بتظبطي بقى انت الشوربه على قد كميه الرز اللي انت بتعمليها كانك بتعملي رز عادي. وهبدا اول بس ما يتشرب معانا بالشكل ده هبدا اديله تقليبه واوطي بقى عليه النار، وهنزل تاني كده على الوش بالفراخ تاني علشان خاطر تفضل سخنه وكمان تدينا يعني ايه اكتر واكتر سوا كمان وكمان. انتوا معايا؟ فقد ايه هي جميله ودايبه وتحفه. هبدا بقى هنا اوطي بقى عليها النار واغطي عليها بالشكل ده. هي كده خلصت معانا خلاص. عايزه اقول لكم الفراخ دابت دوب في المرحله دي. لو انت حابه تديها طعم الشوي هتديها فحمايه كده، ولكن انا عايزه طعم
هعمل فراخ المندي بدون اي حاجه. شايفين لونها بقى جميله جدا جدا، ولا عايزه اقول لكم ريحتها بجد خطيره. شايفين الرز قد ايه مفلفل وجميل. هبدا بقى هنا خلاص خلصت، شلتها الاول كده على جنب وبدات انزل بالرز في الصينيه بتاعتنا بالشكل ده. وهنزل بقى هنا بالفرخه بتاعتنا. عايزه اقول لكم دايبه دوب بجد تحفه. كنت نفسي كده اخليها بحالها زي ما انا كنت موريها لكم في اول الفيديو، ولكن من قدر ذوبانها زي ما انتم شايفين اتفككت كده في حله الضغط. ما عندكيش حله ضغط زي ما انا قلت لكم هتعمليها عادي في الحله مفيش اي مشكله، ولكن انا كنت مستعجله شويه. هنا عايزه بصوا بوريكم ان الفراخ بجد دايبه دوب، بس كانت سخنه مولعه فمش عارفه ان انا بصوا اشيلها لكم. ما شاء الله بجد تحفه تحفه تحفه. قال ايه بره بتتباع بالشيء الفلاني، عشان ايه يعني؟ ما انت طبيعي بتعملي فراخ، اي فراخ عندك اوراق فرخه عندك مثلا عايزه تعمليها وتغيري في الطريقه بتاعتها هتعمليها مندي بالشكل ده، وان شاء الله هتعجبك جدا. ما تنسيش لايك وشير للفيديو يا حبيبتي، ومع الف سلامه.